بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم على نبات الريحان. نبات الريحان من النباتات العطرية ومن النباتات اللي هي جميلة جدا عندنا، وبتنمو ممكن تنمو عندنا حتى في البلكونة. دي طبعا دي التقاوي بتاعة النبات، ممكن تتزرع بالتقاوي او ممكن ان انا باخد عقل منها وبزرعها. من النباتات اللي هي بتدي عندنا ريحة جميلة جدا في البيت، سواء ازرعها في الحديقة او ازرعها في البلكونة، خصوصا مع هبوب الرياح. يعني اول ما يجي في شويه هواء كده بنلاقي ان الريحه بتاعه النبات الريحان بدات تنتشر عندنا في المنزل بشكل كبير، او في المكان اللي احنا قاعدين فيه، يعني بيكون ريحتها جميله جدا. طبعا لازم بهتم بحته الري بالنسبه لنا، وبهتم بحته بردك التسميد كل فتره. من النباتات اللي هي العطريه جميله جدا، وثمنها حتى رخيص، والخدمة بتاعتها برضك مش محتاجة خدمة أوي، يعني ممكن كل فترة ولا حاجة لو أنا زراعها في قصيص كبير ولا حاجة. لازم إن أنا أجي كده وأقوم أعزق حوالين التربة كده، عشان إن أنا أعمل تهويل التربة. وطبعا لو أنا القصيص عندي حاططها في قصيص وحجمها يعني كبر على القصيص، لازم إن أنا أبدأ أنقلها في قصيص تاني. شكرا.